السلام عليكم أصدقائي في قناة UAE Math. معي أنا شروق. سنتعلم اليوم الدرس الثامن من الوحدة 11 للصف الخامس، درس المتوسط الحسابي. هذا الدرس يا مس رح نتعلم كيف نجد المتوسط الحسابي للأعداد. الدرس السابق كان عبارة عن نشاط تمهيدي لهذا الدرس. تعلمنا بالنشاط كيف نجد النسبة المكافئة أو المتوسط الحسابي، حكينا أنهم الاثنين نفس التعريف. ليش؟ لأنهم هم الاثنين بيجدوا القيمة المتوسطة أو المتساوية لمجموعة قيم. طب خلينا نرجع نعيد كيف ممكن نجد المتوسط الحسابي في هذا الدرس، وناخذ أول مثال. إذا ما حضرتوا الدروس السابقة ممكن تلاقوها تحت في صندوق الوصف، رح تلاقوا رابط فيه شرح جميع الدروس السابقة. أما الآن بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ. مثال واحد يوضح الجدول عدد الساعات التي يتمرنها 12 رياضيا في الأسبوع. عندي 12 شخص بتمرنوا عدد من الساعات حسب الجدول التالي. أوجد المتوسط الحسابي للبيانات. عندنا هون البيانات بهذا الجدول 7 و5 و5، يعني في أول شخص ممكن بيكون عندي أول رياضي بيتمرن 7 ساعات، تاني رياضي بيتمرن 5، ثالث 5، الرابع 9، اللي بعده بتمرن 4 ساعات، واللي بعده بتمرن 4 ساعات، اللي بعده بتمرن 9، وفي شخص بتمرن 5، وفي شخص بتمرن 12 ساعة، وفي شخص 8، وفي شخص 6، وفي شخص 10. هلا هو إيش طالب مني؟ أوجد المتوسط الحسابي لهاي القيم. يعني لو كلهم تمرنوا نفس الساعات، إيش القيمة المتساوية اللي راح يقدروا يتمرنوها تقريبا؟ يعني القيمة المتساوية أو النسبة المكافئة، العدد المكافئ اللي ممكن يتمرنوه كلهم، يعني العدد المتساوي اللي ممكن إنه كل ال 12 رياضي كل واحد فيهم يتمرن نفس العدد. بنيجي من أول خطوة زي ما تعلمنا الدرس السابق، بنجمع كل هاي القيم. إذا رح نستخدم الجمع عشان نجد المجموع الكلي. إذن أول إشي بنجد مجموع البيانات. كيف بدنا نجمع؟ هلا هون بالكتاب مرتبهم من الأصغر للأكبر، يعني مرتب القيم 4 4 5 5 5 6 7 8 و9 و9 و10 و12. مرتب القيم من الصغير للكبير وجامعهم. هلا طريقة الجمع ما بنختلف فيها، ممكن أي طريقة بدكم إياها. لو بلشنا نجمع من هون 4 زائد 4 8، زائد كل عددين مع بعض 5 زائد 5 10، زائد 5 زائد 6 11، زائد 7 زائد 8 15، زائد 9 زائد 9 18، زائد 10 زائد 12 22. إذا هيك قللناهم للأعداد، ضل عندي 8 زائد 10 زائد 11 زائد 15 زائد 18 زائد 22. خلينا نجي نعملهم هون بشكل عمودي. 8 زائد 10، بنحط الآحاد تحت الآحاد والعشرات تحت العشرات. إذا 8 زائد 10 زائد 11 زائد 15 زائد 18 زائد 22. 8 زائد 0 8، زائد 1 9، زائد 5 9 زائد 5 14، 14 زائد 8 14 زائد 8، 2 و1 باليد، 1 زائد 1 2، يعني 22. 22 زائد 2 24. إذا 4 و2 باليد. هلا نجمع الاثنين باليد. زائد 1 3، زائد 1 4، زائد 1 5، زائد 1 6، زائد 2 8. إذا مجموعهم بيطلع 84. هاي يعني ممكن تجمعوا بهاي الطريقة وممكن تجمعوا بأي طريقة بدكم إياها. في النهاية لازم يطلع مع الكل مجموع 84، مجموع هاي ال 12 قيمة. هلا أول إشي بنجد المجموع، تاني إشي مقسم على عدد أجزاء البيانات. الدرس السابق كان يكون عندي البيانات يا مجموعتين أو 3 إذا متذكرين، أما هذا الدرس هون زاد عندي العدد. عندي الطريقة ممكن نطبقها على أي عدد عادي، مش شرط بس مجموعتين أو 3. هون عندي 12 رياضيا، يعني بدي أقسم المجموع الإجمالي على عدد القيم. عندي 12 قيمة، 12 رياضي يعني 12 قيمة. إذا يوجد عندي 12 جزء من البيانات بقسم على 12. الإجمالي اللي هو 84 قسمته على 12 بيعطيني المتوسط الحسابي. نعملها قسمة طويلة. 84 قسمة 12. 8 كم واحد فيها؟ تقريبا 8، بس إذا حطينا 8 رح تطلع القيمة أكتر من 84. ناخذ العدد اللي أقل منها اللي هو 7.
7 ضرب 2 14، إذا 4 وواحد باليد. 7 ضرب 1 7 وواحد باليد 8. عادي ممكن تجربوا 8 ويطلع قيمة كبيرة، بيطلع 96، فبتضطروا تاخذوا العدد الأصغر منها اللي هو السبعة. إذا 7 ضرب 2 14، 4 وواحد باليد. 7 ضرب 1 7 وواحد باليد 8. هلا بدنا نطرح 4 ناقص 4 صفر، 8 ناقص 8 صفر. إذا الجواب الصحيح فورا 7، الباقي صفر. 7 يعني المتوسط بين هدول الساعات كلهم 7. إذا طلع معي أول خطوة الإجمالي 84. تاني خطوة عندي 12 جزء، بدي أقسم على 12 جزء، بيطلع الجواب 7. إذا المتوسط الحسابي لعدد الساعات اللي يتمرنها الرياضيون أسبوعيا هو 7. شو معنى متوسط حسابي 7؟ يعني لو الأول تمرن 7 والتاني 7 وبدل 5 الثالث 7، الرابع بدل 9 7، وهذا بدل 4 ساعات 7، وهاد 7، والتسعة بتصير 7، والخمسة بتصير 7، وهذا بدل 12 7، وهذا بدل 8 7، وهذا بدل 6 7، وهذا بدل 10 7. صاروا كلهم بتمرنوا القيمة المكافئة نفس العدد. هدول السبعات كلهم لو جمعناهم 12 مرة بعطوني نفس الإجمالي اللي هو 84. هاي هي معناها المتوسط الحسابي، يعني العدد نفسه 84 أنا بدي أوزعه لكل المتمرنين ويتمرنوا نفس الساعات بالتساوي، فبيطلع معي 7. إذا المتوسط الحسابي 7. طيب نشوف المفهوم الأساسي للدرس. المتوسط الحسابي لمجموعة بيانات هو مجموع البيانات مقسوم على عدد أجزاء البيانات. يعني وسعنا المفهوم عن الدرس السابق، صار عندي قد ما كان في بيانات بجمع قيمها. مثلا بهذا المثال عندي 1 زائد 2 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 4 زائد 5، طلع مجموعهم 21. إذا عديناهم كم واحدة هم؟ كيف بدنا نعرف كم مجموعة؟ بدنا نعدهم. نبلش نعد، نحكي 1 2 3 4 5 6 7. عندي 7 قيم، عديتهم 7 يعني المجموع تبعهم 21 بدي أقسمه على عددهم 7، بصير عندي 21 قسمة 7 يساوي 3. إذا هون المتوسط هو 3. يعني المتوسط الحسابي لمجموعة البيانات هو مجموع البيانات مقسوم على عددها، شو ما كان عددها وشو ما كان مجموعها. هذا المفهوم الأساسي. خلينا نيجي نطبقه هون على المثال الثاني. إذا كان المتوسط الحسابي لثلاثة أعداد هو 5، عددان من الثلاثة هما 4 و8، فأوجد الرقم المجهول. برضو أخذنا الدرس السابق نفس هاي الطريقة. هون بعطيك المتوسط وبعطيك عدد المجموعات، وواحد منهم الأعداد رح تكون مفقودة. نرجع نشوف هون عندي 3 أعداد، يعني 3 مجموعات، 1 و2 و3، 3 أطباق مثلناهم. المتوسط تبعهم هو 5، المتوسط الحسابي 5. عددان من الثلاثة هما 8 و4، يعني الطبق الأول فيه 8، 1 2 3 4 5 6 7 8. الطبق الثاني فيه 4، 1 2 3 4. الطبق الثالث قديش فيه؟ إيش الرقم المجهول؟ نيجي لأصل المتوسط الحسابي، كان عبارة عن لو أنا جبت الإجمالي المجهول اللي عندي، مجموع هدول كلهم مجهول، الإجمالي لو قسمته على عدد المجموعات اللي هو 1 2 3 3 أطباق بعطيني 5، اللي هو المتوسط الحسابي الإجمالي تبعهم. المفهوم الأساسي للمتوسط اللي هو الإجمالي، العدد الإجمالي رح أحكي عنه إكس مجهول، إذا قسمته على 3 مجموعات بعطيني 5. شو العدد اللي بقسمه على 3 بعطيني 5؟ بحكي 3 ضرب 5 15، يعني الإكس هاي 15، إنه 15 قسمة 3 هي اللي بتعطيني 5. فأنا عرفت إنه مجموع كل الأطباق مع بعض هدول لو بدي أجمعهم قديش فيهم لازم يطلع 15. عندي الأول فيه 8 والتاني 4، التالت قديه؟ ال15 هدول قمت منهم 8 لأول طبق، قديه ضل منهم؟ 6. عفوا 7، ضل منهم 7. 15 ناقص 8 7. ورجعت قمت من السبعة كمان 4 على الطبق الثاني، ناقص 4. قديش ضل؟ 3. إذن آخر طبق بطلع له بس 3. خلينا نتأكد. 8 زائد 4 12، زائد 3 بالطبق الأخير 15 اللي هو الإجمالي. فالإجمالي بدي أقسمه على 3 أطباق، 15 قسمة 3 يساوي 5. إذن هيك حلنا صحيح، لازم يكون في بالطبق 3. نعيد الخطوات. أول إشي بنجد القيمة الإجمالية لثلاثة أعداد متوسطها الحسابي هو 5. يعني شو زي كأنه بنحكي شو القيمة اللي إذا أنا قسمتها على 3 بتعطيني 5، اللي هي 15. 3 ضرب 5 15.
أوجد مجموع الأعداد التي تعرفها. الأعداد اللي بعرفها اللي هو أول طبق 8 وتاني طبق 4 اللي هو 12. طب أنا الإجمالي اللي عندي 15، لو طرحت منه ال12 اللي أخدينها أول طبقين بضل معي 3 اللي هو العدد المجهول اللي هو 3. الطبق الأخير لازم يكون 3 أطباق، 3 أجزاء. هلا هون إرشاد مفيد. المتوسط الحسابي بهذا المثال طلع معي 5 لمجموعة بيانات ليس بالضرورة ضمن القيم الموجودة في المجموعة. يعني مش شرط تكون. هلا إحنا المجموعة هاي كان في عندي عدد طبق 8 وطبق فيه 4 وطبق فيه 3. ال5 مش ولا واحدة منهم، يعني مش موجودة من القيم، بس طلع عندي متوسطهم 5. يعني مش شرط المتوسط الحسابي يكون موجود عندي بمجموعة البيانات، هذا الوسط بينهم لو قسمناهم بالتساوي. شو يعني هون 5؟ يعني لو أنا جبت كل الكرات هدول أو العملات المعدنية على جنب بيطلعوا 15. بدي أرجع أوزعهم على الأطباق، كل طبق منهم رح ياخد 5. هذا رح ياخد 5 وهذا رح ياخد 5 وهذا رح يقل منه 3، فبصير 5. فبصير عندي هون 5 وهون 5 وهون 5. هيك يعني متوسط حسابي. يعني قسمت العمل على 3 أطباق بالتساوي. طيب السؤال اللي بعده، أوجد المتوسط الحسابي لمجموعة البيانات. عندنا هون تكلفة الوجبات الخفيفة 10 دراهم و6 و9 و5 و5. عشان نجد المتوسط الحسابي بدنا نجمع مجموع البيانات هدول. قديش نجمعهم؟ 10. بدنا نجمع لها 6 ونجمع لها 9 و5 و5. خلينا نجمعهم 10 و6 و9 و5 و5. خلينا نجمعهم 0 زائد 6 6 6 زائد 9 الأحد، يعني 6 زائد 9 15 زائد 5 20 زائد 5 25. إذا 5 وواحد باليد، 1 باليد زائد 1 بس عشرات ما في غيرها 2. إذا مجموع البيانات هو 25. طب عددهم 1 2 3 4 5. عدد الأجزاء هو 5. عفوا هون 25. إذا 5 و2 باليد. 0 زائد 6 6 زائد 9 15 زائد 5 20 زائد 5 25. إذا 5 و2 باليد، فبصير عندي 2 باليد زائد 1 3. هدول مجموعهم 35 مش 25، أنا خربطت. مجموعهم 35. طب عدد الأجزاء 1 2 3 4 5. 5 أجزاء. إيش هو المتوسط؟ هو المجموع 35 قسمة عدد الأجزاء اللي هو 5. 35 قسمة 5 كنا بنعرفها 7، لأنه 7 ضرب 5 من جدول الضرب 35. إذا بنجمع القيم. أول خطوة بنجمع القيم هدول، مجموعهم بيطلع 35. اجمعوهم بالطريقة اللي بدكم إياها. ممكن تحكوا 10 زائد 5 و5 يعني 20 زائد 9 29 زائد 6 35. ممكن تجمعوهم بعقلكم. إذا المجموع هو 35 وعدد الأجزاء عديناهم طلعوا 5، فبنحكي 35 قسمة 5 يساوي 7. المتوسط الحسابي لهاي القيم عدد اللي هو سعر الوجبات 7. طب نفس الإشي هون عندنا نقاط مباراة الجولف المصغرة. عندي هاي هي النتائج 70 72 68 72 81 71 74 76. هلا بده يعني نجمعهم. ايش هو مجموع البيانات؟ بدنا نجمع 70 مع 72، ناخدهم هيك من هون لهون رتبوهم. بعدين 68، بعدين عندي 72، بعدين عندي 81، بعدين عندي 71، بعدين عندي 74، وآخر إشي عندي 76. هدول كلهم بدي أجمعهم. بدنا نركز هون. 0 زائد 2 2 زائد 8 10 زائد 2 12 زائد 1 13 زائد 1 14 زائد 4 14 زائد 4 18 18 زائد 6 16 20 21 22 23 24. إذا 4 و2 في اليد. 2 في اليد. 2 في اليد زائد 7 9 زائد 7 16. 16 زائد 6 22 زائد 7 29. إذا عند هون وصلنا ل 29. هلا 29 زائد 8 37 زائد 7 44. ممكن تضيفوها عادي، تحكي 37 زائد 7 يعني 38 39 40 41 42 43 44 على إيدكم تعدوا. بعدين 44 ضيفوا لها كمان 7 45 46 47 48 49 50 51. يعني اجمعوا باستخدام أصابعكم. آخر إشي 51 ضيفوا لها 7 تعطيني 58. إذا آخر إشي وصلت له 58 بنزله هون. القيمة كاملة 584. 584. إذا هون هي طلع عندي مجموع البيانات 584. طب عدد أجزاء البيانات زي ما علمتكم بتعدوا 1 2 3 4 5 6 7 8. عندي 8 قيم يعني 8 مجموعات. المتوسط الحسابي اللي هو الإجمالي اللي جمعته قسمة الأعداد.
هاي خلينا نعملها قسمة طويلة. 584 قسمة 8. 5 كم 8 فيها؟ ما فيها. 58 تقريبا كم 8 فيها؟ عندي 8 ضرب 8 64. 7 ضرب 8 56. خلينا نجرب. 7 ضرب 8 56. نطرح 8 ناقص 6 2. بوقف. لا، فيها الأربعة بتنزل. 24 قسمة 8 3. 3 ضرب 8 24. صفر. إذن القيمة هي 73 ساعة. القيمة المتوسطة لو بدي أوزع هدول بالتساوي رح تصير هون بدل 70 73، وهون بدل 72 73، وهاي بدل 68 73، وهاي بدل 72 73، وهاي بدل 76 73، وهاي 73، وال71 بتصير 73، وال81 بتصير 73. يعني لو بدي أعمل النقاط بتساوي كل قيمة رح تصير 73. أحسنتم. خلينا نبلش بالتمارين الذاتية. أوجد المتوسط الحسابي لكل مجموعة بيانات. هلا رح نختار منهم واحدة نحلها. خلينا نيجي نحل. كلهم طريقتهم نفس الإشي. بدكم تجمعوا هاي القيم. يعني هدول بدكم تحكوا 85 زائد 106 زائد 106 زائد 74 زائد 94. بدكم تقسموهم على عددهم. كم عددهم؟ 1 2 3 4 5. بدكم تجمعوهم وتقسموهم على 5. طب خلينا نجمعهم على جنب. حتى لو في مئات عادي يمس. وزعوا حطوا 106. هاي و106 هاي تحت بعض. اشطبوهم. خذوا اللي بعده. خذوا 85 اشطبوها، وخذوا 74 اشطبوها، وخذوا 94 اشطبوها. حاولوا حطوا أول عدد اللي هو في أكتر عدد منازل عشان ترتبوا تحته. هيك صار عندي الأحد تحت الأحد، العشرات تحت العشرات، ومئات تحت المئات. اجمعوا. 6 زائد 6 12 زائد 5 17 زائد 4. اجمعوا بأصابعكم. 18 19 20 21. لهون وصلنا 21. اضيفوا لها كمان 4 22 23 24 25. إذا 25 هو المجموع النهائي للآحاد. يعني 5 و2 في اليد فوق العشرات. 2 زائد 0 2 زائد 0 2 زائد 8 10. 10 زائد 7 17. لعند هون وصلنا ل 17. في عندها كمان 9. 17 زائد 9 هي 26. اعملوها بأصابعكم. زيدوا 9 على 17. 18 19 20 21 22 23 24 25 26. إذا 26 مجموع العشرات. يعني 6 و2 في اليد فوق المئات. 2 في اليد زائد 1 3 زائد 1 4 زائد 8 4 زائد 8 12. لعند هون وصلنا لل 12. لا عفوا، بس المئات. عفوا 2 زائد 1 بس المئات. هاي عشرات. هون مئاتها مش موجودة، وهون مش موجودة. إذا 2 زائد 1 مئات 3 زائد 1 مئات 4. إذا المجموع 465. مجموع القيم هاي بدي أقسمه. قلنا عددهم 1 2 3 4 5. نقسمه على 5. نيجي نعمل قسمة طويلة. 465 قسمة 5. الأربعة كم 5 فيها؟ لا يجوز. 46 قسمة 5. أقرب عدد إلها اللي هي 9، لأنه 9 ضرب 5 45. 6 ناقص 5 1. 4 ناقص 4 0. بوقف. لا، فيها الخمسة بتنزل. 15 كم 5 فيها؟ 3. 3 ضرب 5 15. 15 ناقص 15 0. إذا الجواب هو 93. ناتج القسمة هو 93. يعني المتوسط الحسابي للجواب الأول 93. هاي برضو نفس الطريقة اعملوها انتو، وهاي كمان سهلة اعملوهم. هذا النوع من الأسئلة بتجمعوا هاي القيم بتقسموا عددهم. هون 1 2 3 4 5. هون بتقسموا على 5. هون 1 2 3 4 5 6 7 8. هون بتقسموا على 8. وهون 1 2 3 4 5. يعني بتجمعوهم وبتقسموا مجموعهم على 5. إذا بدكم تتأكدوا جوابكم صح ممكن تجمعوا على الآلة الحاسبة وتقسموا، بس بالامتحان رح تضطروا إنكم تجمعوا لحالكم زي ما عملنا إحنا بدون استخدام آلة حاسبة. طيب نشوف نوع الأسئلة اللي بعده. عندنا هون جدول في برضو قيم 49 و52. نفس الإشي. بدنا نيجي نرتب القيم هيك ونجمعهم. نفس الإشي. نيجي نجمع هاي القيم ونقسمهم عددهم. عددهم كم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. إذا المجموع بدنا نقسمه على 8 أجزاء. نجمع 9 زائد 2 11. 11 زائد 7 18.
18 زائد 2 20 زائد 3 23 زائد 1 24 زائد 4 28 زائد 6 29 30 31 32 33 34. إذا 4 و3 عند العشرات فوق. 3 زائد 4 7 زائد 5 12 زائد 4 16 زائد 5 21 زائد 6 27 زائد 5 28 29 30 31 32 زائد 5 37 زائد 5 38 39 40 41 42. إذا بنجمع باليد. هلا الأفضل يمس إنكم تجمعوا مرتين أو 3 عشان تتأكدوا إنه طلع الجواب صح وإحنا ما خربطنا. عادي حتى مرات أنا بخربط بالعد، الإنسان بخربط، فأهم إشي إنكم ترجعوا تعيدوا طريقة الجمع. إذا صار عندي 424 نقسمهم على 8. 424 نقسمها على 8. نيجي نعملها قسمة طويلة. 4 قسمة 8 لا يجوز. 42 كم 8 فيها؟ تقريبا 5، لأنه 5 ضرب 8 40. بطرح 2 ناقص 0 2 وبنزل الأربعة اللي هون. 24 قسمة 8 3. 3 ضرب 8 24. 24 ناقص 24 0. إذا الجواب هو 53. المتوسط الحسابي للجدول الأول 53. نفس الطريقة الجدول الثاني. قيم نتائج الاختبار بتجمعوا القيم هاي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. تجمعوهم وبتقسموا المجموع قسمة 12، بيطلع معكم المتوسط الحسابي. اجمعوهم بالطريقة اللي بتحبوها. ممكن هون تجمعوا أول 4 عشان القيم كتيرة، تجمعوا أول 4 بيطلع لهم قيمة، وتجمعوا تاني 4 رح يطلع لهم قيمة، وتجمعوا ثالث هدول الأربعات يطلع لهم قيمة، وآخر إشي تجمعوا ال3 قيم. يعني تقسموا الجمع عشان يكون أسهل إلكم. السؤال اللي بعده فكرته حلوة. هون في عدد مجهول لمجموعة البيانات وفي متوسط حسابي. يعني أنا رح أجي هون عندي القيم 18 و13 و12 و15 و14 وكمان قيمة، في قيمة مجهولة، وعطيني المتوسط الحسابي. يعني عندي المتوسط الحسابي وعندي قيم وفي قيمة مفقودة. فبنيجي بنحكي إحنا عندنا كم قيمة؟ 1 2 3 4 5 والسادسة مفقودة. إذا عددهم 6. المجموعات اللي عندي 6. القيمة الإجمالي اللي هو المفقود، الإجمالي عندي مفقود، مجموعهم مع بعض مفقود لأنه القيمة السادسة مفقودة. بس عندي المتوسط الحسابي 14. نعمل العكس زي قبل شوي. نحكي شو العدد اللي بقسمه على 6 بعطيني 14. بعرفه عن طريق إني أضرب 6 ضرب 14. هي 14 ضرب 6. 6 ضرب 4 24. إذا 4 و2 باليد. 6 ضرب 1 6 و2 باليد 8. إذا الإجمالي عندي هون 84. الإجمالي 84. طب الإجمالي من وين بيجي؟ من إنه أنا أجمع 12 زائد 13 زائد 18 زائد 15 زائد 14 زائد القيمة هاي المجهولة اللي هي علامة استفهام، بعطيني 84. طب إذا أنا جمعت هدول كلهم وطرحتهم من 84 بعرف قديش القيمة المجهولة. خلينا نجمع هدول. 12 زائد 13 25 زائد 15 25 زائد 15 40. إذا وصلت لعند 40 ضايل عندي 18 زائد 14 زائد 18 زائد 14. يعني بتجمعوا بالطريقة اللي سهلة لكم. خلينا نجمع هدول بشكل عمودي. 40 زائد 18 زائد 14. 0 زائد 8 8 زائد 4 12. إذا 2 و1 باليد. 1 باليد زائد 4 5 زائد 1 6 زائد 1 7. إذا هدول مجموعهم 72. مجموع كل القيم 72 باستثناء القيمة السادسة. مجموع هدول كلهم أول 5 قيم هدول القيم كلهم طلع مجموعهم 72. وعندي الإجمالي أنا 84. 84 لو قمت منه 72 قديش بضل؟ 12. اعملوهم 84 ناقص 2. هاتي نعملهم جميع هون. 84 ناقص 72. طرح 4 ناقص 2 2. 8 ناقص 7 1. إذا الجواب هو 12. يعني القيمة المفقودة هي 12. هاي القيمة السادسة المفقودة اللي هي 12. لو بدكم تتأكدوا من الحل بتيجي بتجمعوا كل القيم مع ال 12 اللي احنا هلا وجدناها. تجمعوا هاي القيم كلهم هدول
مع ال12 بيطلع الجواب مثلا 84. بدكم تقسموه قديش عددهم؟ 1 2 3 4 5 6 قيم. 84 لو قسمناها على 6 بتعطينا 14 اللي هو المتوسط الحسابي. يعني عملنا الجواب برجوع بالعكس. هذا أصعب إشي ممكن يواجهكم بهذا الدرس. هو مش صعب، بس إنه يعني أكتر درجة صعوبة إنه يكون في قيمة مفقودة. نفس الإشي السؤال هذا، عندي متوسط الحسابي 94 ومجموعة البيانات واحدة مفقودة و88 و104 و97. كم عددهم؟ واحدة مفقودة 2 3 4. يعني في عندي عدد إكس لو قسمته على 4 بعطيني 94. شو هو هذا العدد إكس؟ نحكي 4 ضرب 94. نعملها هون على جنب. ضرب 4. 4 ضرب 4 16، إذا 6 وواحد باليد. 4 ضرب 9 36 وواحد باليد 37. إذا الإجمالي هو 376. هذا الإجمالي. طب الإجمالي ناتج عن شو؟ عن جمع القيمة المجهولة زائد 88 زائد 104 زائد 97 يساوي 376 اللي هي الإجمالي. طب خلينا ناخذ مجموع هدول الثلاثة ونطرحهم من 376. نجمع 88 زائد 104 زائد 97. 8 زائد 4 12 زائد 7 19، إذا 9 وواحد باليد. واحد باليد زائد 8 9 زائد 0 9 زائد 9 18، إذا 8 وواحد باليد. واحد باليد زائد واحد 2. إذا مجموعهم كلهم 289. لو طرحته من 376، لو اجيت هون طرحته من 376 ناقص 289. 376 ناقص 289 بعطيني القيمة المجهولة. الإجمالي ناقص الأربع مجموعات هدول، 3 مجموعات هدول بعطيني القيمة الرابعة. خلينا نجي نطرحه هون. 6 ناقص 9 لا يجوز، تصرف من السبعة. هاي السبعة بتصير 6 وهاي 6 بتصير 16. 16 ناقص 9 7. 6 ناقص 8 لا يجوز، تصرف من 3. هاي بتصير 2 هاي بتصير 16. 16 ناقص 8 8. 2 ناقص 2 0. إذا القيمة المجهولة 87. القيمة المجهولة 87. طلع معي القيمة المجهولة هون 87. نيجي على السؤال اللي بعده. خاضت ميسون إجمالي 5 اختبارات، لكنها لا تتذكر إلا 4 فقط من نتائجها. يعني عندها قيمة 89 وقيمة 74 قيمة 92 وقيمة 80. إذا كان متوسط الحسابي لاختباراتها هو 79، نفس الإشي عندها قيمة مجهولة X زائد واحدة منهم 80 وواحدة 92 وواحدة 74 وواحدة 89. لو جمعت القيم هدول كلهم رح يطلع عندي الإجمالي. طب الإجمالي كيف ممكن أنا أجده؟ الإجمالي لو قسمته على عدد القيم اللي هم 5 اختبارات أعطاني المتوسط اللي هو 79. طب عشان أعرف الإجمالي باجي بضرب 5 ضرب 79. 5 ضرب 9 45، إذا 5 و4 باليد. 5 ضرب 7 35 و4 باليد 39. إذا الإجمالي 395. بدي أطرح منه مجموع الأربع قيم هدول بيطلع معي إكس زي ما عملنا قبل شوي. 395 اطرحوا منه مجموع 80 زائد 92 زائد 74 زائد 89. هدول رح يطلع معهم قيمة. اطرحوها من 395 بيطلع عندكم الجواب إكس. اكتبوا لي انتوا في التعليقات شو الجواب إكس عشان أتأكد إنكم فاهمين طريقة الحل زي ما حلينا المثالين اللي قبلهم بالضبط. السؤال اللي بعده يوضح الجدول عدد القمصان المبيعة كل يوم لمدة أسبوعين، يعني 14 يوم رح يطلعوا. عدوهم بيطلعوا 14 يوم لأنه أسبوعين. أوجد المتوسط الحسابي ثم اشرح كيف سيتغير المتوسط الحسابي في حالة عدم وجود قيمتي البيانات 7. يعني هدول عندي 14 يوم، القيم تبعتهم 32 7 7 38 35 40. إذا لاحظتوا كلهم أرقام كبيرة إلا السبعة هاي والسبعة هاي. فواجد منا حالتين، إنه نجد المتوسط الحسابي مع القيم هاي، وتاني مرة نشطب القيم هدول ونجد المتوسط الحسابي بدونهم. هلا أول مرة رح نجمع كل القيم هاي مجموعهم إكس رح نقسمه على 14 يوم بيطلع معنا متوسط حسابي. تاني مرة رح تجمعوا كل القيم بس بدون السبعة والسبعة، رح يطلع عندكم المجموع واي، بس رح تقسموها هاي المرة على 12 قيمة لأنه إحنا حذفنا قيمتين فقلل العدد، بدل 14 يوم صاروا 12 يوم. بيطلع معكم متوسط حسابي تاني. بتقارنوا المتوسط قبل بالمتوسط بعد. المتوسط الأول رح يكون شوي مش دقيق لأنه في قيمتين اللي هم السبعة والسبعة كتير بعاد عن الجواب،
هذا رح نشرحه بعد درسين. فبيقللوا المتوسط الحسابي تبعنا. أما المتوسط الحسابي الثاني بعد ما قمنا القيم الكتير قليلة السبعة والسبعة رح يكون هو الأدق. تجمعوا القيم وبتقسموهم على 12 يوم. إذا عندنا هون استفادة من السؤال الأساسي، اشرح كيف يكون إيجاد المتوسط الحسابي هو نفسه إيجاد النسبة المتكافئة. الدرس السابق حكينا إنه عشان نجد النسبة المكافئة لازم نعمل الإجمالي، نجمع عدد القيم أو قيم المجموعة، نجمع القيم كلها. أول شيء رح نستخدم الجمع، بعدين نستخدم القسمة على عدد المجموعات. هون نفس الإشي، عملنا الإجمالي، جمعنا الإجمالي وقسمنا عدد المجموعات.